بكرة يزرع شجرات تطرح ثمرات، وثمرة في ثمرة ناخد خطوة جريئة لبكرة. تبقى الشجرة استثمار يعني عمار، يعني نفكر أكتر وأكتر، يعني ولادك يطلعوا أشطر، يعني الدنيا تكمل خير. استثمار كده يعني أمان، نقدر نعلى كمان وكمان. استثمار يعني عمار. مصر الغالية لمين؟ لينا. مصر الحرة لمين؟ لينا. أم الدنيا لمين؟ لينا. احنا المصريين فينا. فكر وقدرة وصبر يخلوا الصخر يلين. مصر لكل المصريين، مصر لكل المصريين، لكل المصريين. السلام عليكم مشاهدينا، وحلقة جديدة وبرنامجكم الفن هيتغير. يمكن النهاردة حلقتنا هي حلقة خاصة جدا مع نجم في عالم الغناء والتأليف والتلحين والتمثيل. يمكن موضوعنا النهاردة هو الأغنية الوطنية وظهور الغناء الهابط ودور نقابة المهن الموسيقية في مواجهة الغناء الهابط. نجمنا النهارده هنحتفل بيه من خلال رجوع الأغنية الوطنية لنجاح احنا افتقدناه. هنحتفل بيه النهارده ويحتفل معانا من خلال نجاحه، وهنتكلم عن مواضيع كتيرة وهندردش. وهو صديقنا وحبيبنا النجم المتألق مصطفى كامل. خلينا نشوف فصل ليه ونرجع نرحب بيه داخل الاستوديو المصرية وبرنامجكم فن هيتغير. أنا بعترف لك يا عمري، أنت حبيب عمري. قرب خدني تعالى في حضني، ده أنا والنعمة دي بحبك قد الدنيا دي. ده أنا والنعمة دي بحبك قد الدنيا دي. قد حياتي وروحي وعمري لا أكتر شوية. أنا والنعمة دي بحبك قد الدنيا دي. ده أنا أسعد لحظة في عمري وأنت بين إيديا. اسكت بقى، بلا هوا بلا حب بلا سامحني بلا كلام كذاب، ولا دوب ولا غنن ولا دلع يا مولع قلبي عذاب. اسكت بقى، بلا هوا بلا حب بلا سامحني بلا كلام كذاب، ولا دوب ولا غنن ولا دلع يا مولع قلبي عذاب. حبيبي إن شاء الله يا رب ما تحرمني منه، حبيبي إن شاء الله يا رب ما تبعدني عنه، حبيبي إن شاء الله يا رب ما تحرمني منه، حبيبي إن شاء الله يا رب ما تبعدني عنه، حبيبي. أنا بعد لقلبي ده والحضن ده ليا مين؟ ده حبيب عمري وحياتي ده عشق السنين. أنا بعد لقلبي ده والحضن ده ليا مين؟ ده حبيب عمري وحياتي ده عشق السنين.
ورجعنا مشاهدينا مرة تانية وضيفنا نقيب الموسيقيين النجم مصطفى كامل. منورنا مصطفى. ربنا يخليك يا حماده. وحشتنا مصطفى، انت فين؟ حبيبي وانت وحشني. اخبارك ايه؟ وإيهاب وحشني وكل أسرة برنامجك الجميل، منورين الدنيا وانا متابعكم على مدى الحلقات كلها. ربنا يخليك يا مصطفى ومبروك نجاحك. دايما معودنا على نجاح متميز، تطلع كده بفرقيع مختلفة. يمكن تسلم الأيادي كسرت الدنيا والناس ارتبطت بيها، وبقيت اسمعها في كل حته، في الافراح، في الاوتيلات الخمس نجوم، في الشارع، في ناس بتحتفل على النيل بفرح بحاجه، كل الناس بتسمع تسلم الايادي. رجوع الاغنيه الوطنيه لنجاحها اللي احنا افتقدناه، يعني جات لك ازاي؟ اشتغلت ازاي؟ بصيت على اللي فات ازاي عشان تعمل حاجه يبقى صداها بالشكل ده؟ والله بص يا حماده، انا كنت دايما لما نتكلم انا ومجموعه زمايلي الملحنين سواء من جيل الشباب او من جيلنا او من الاجيال القديمه زي الاستاذ حلمي بكر والناس العظيمه اللي موجوده، الاستاذ محمد سلطان، كنت دايما اقول انا محب جدا لبليغ حمدي، من اشد المحبين والعاشقين لفن الاستاذ بليغ حمدي. ما كنت راجع طول عمري وانا شغال شاعر وملحن قبل حتى ما اغني، كنت احس في مزيكه بليغ حمدي ان حتى الصولوهات السولو بتاع الاغنيه يصلح لانه يكون هيد. فالاغاني الوطنيه تحديدا في بليغ حمدي ما كانش بيلعب على الريتم السلو روك ولا الشغل الغربي، كان دايما بنلعب الاغاني الوطنيه انت بتناشد فيها حس الشعب بتاعك، يعني كل بلد ولها طبع موسيقي هي متاثره بيه. مصر المقسوم اللي هو الريتم المقسوم بتاعنا هو ده الريتم الشرقي بتاعنا بتاع مصر. فلما كنت تيجي تشوف مثلا استاذ بليغ حمدي لما كان يقول لك ريسنا ملاح ومعدينا عامل شكل اللحن، ضيف على كده كل اغاني فناننا العظيم واستاذنا الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، تلاقي ما خرجش بره الريتم المقسوم. فكنت دايما اقول نفسي اعمل اغنيه وطنيه. يعني انا في سنه من السنين اشتغلت البوم للاطفال اللي نجحت منه اغنيه خفيفه وبسيطه اللي هي كانت بابا فين بابا هنا، بابا فين. رغم ان الالبوم ده كنت انا عامله كان مليان اغاني في حب مصر. كان منها اغنيه اسمها بلادي بلادي. بلادي بلادي خلينا شيرين غنت مع الاطفال فيها انا وناصر محروس بعدها. ولكني ظل الحلم يراودني ان في يوم من الايام اعمل غنوه لمصر، غنوه مقسوم يجتمع عليها الناس. كنت لا اتمنى البلدي ابدا ان هي تبقى في حاله الحاله اللي احنا شايفينها ولا الصراع الداخلي بيننا وبين بعض كابناء شعب واحد، عمري ما تمنيت ده. ولكني كنت دايما احسد اجيال الاستاذ الابنودي والاستاذ محمد حمزه والاستاذ عبد الحليم والاستاذ الموجي والاستاذ بليغ حمدي والاساتذه كلهم والاستاذ عبد الوهاب، احسدهم على ان جه عليهم فتره عرفوا يلاقوا مصر في حاله صراع فيدوا شحنه معنويه للبلد. طبعا ما تمناش ان ده البلدي الى ان حدث ما حدث، واللي احنا كلنا اسفين عليه، وان احنا بنتمنى ان هو مصر تعدي كبوتها بسرعه. فكانت تسلم الايادي فكره ازاي تطلع من جواك مصطفى كامل اللي كان نفسه يشتغل لمصر بجد. فكنت تسأل ليه ما بتعملش اغاني لمصر، فتقول كل زمايلنا عملوا اغاني لمصر، ولكن لما بتكون لها تأثير ولها وقت معين انك انت تخاطب فيه شعبك في وقت مش هيبقى افضل من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وخلي بالك انا لسه جوايا يا ابو حميد، يعني بره تسلم الايادي انا جوايا احلام كتيره، لان انا مثلا امبارح بتكلم مع الصحافه ومع الاعلام بقول ان انا عندي حلم ان انا نفسي افكر ربنا يهديني لفكره ان انا اجمع بيها صفوف مصرنا تاني، شعبنا تاني، ولادنا واخواتنا من كل الفصائل الدينيه والسياسيه والناس المختلفه مع بعضها، ان احنا نقول مصر اهم مني واهم من اي حد واهم من اشخاصنا كلنا. مصر دي ولادنا وامهاتنا واولاد اولادنا اللي جايه. فنفسي ربنا يهديني اني اعرف الاقي فكره حلوه اخاطب بيها التيارات الإسلامية المتحفظة على ما يجري داخل البلد، عشان نقول لهم تعالوا احنا بلد واحد، ملعون أبو الكراسي، ملعون أبو السلطة، احنا اللي هيبقى لنا أخلاقنا الحلوة، تقاليدنا، عاداتنا الجميلة، مصر الحلوة، نيل مصر وليل مصر الحلو. فكانت تسلم الايادي دي من عارف شحنة داخلية جواك ونفسك تقول حاجة لبلدك، وجت
في ادق وقت احنا محتاجينه. ودقينا كتير على اجراس المسيحيين والمسلمين والخلافات الدائره بين المسيحيين والمسلمين، وللاسف فشلت كل المساعي. فقد ايه سعادتي لما بكون داخل كل الافراح اللي انا بشتغلها ولا الحفلات. صدقني يا محمد والله من تاني غنوه، مش الناس بتستنى عليا اول غنوه ولا تاني غنوه، والله يا محمد من تاني غنوه. يمكن انا وهشام عباس دايما نهزر وايهاب توفيق نخرج من الافراح نقول ايه انت غنيتها كام مره في الفرح النهارده. يعني عارف صحيح لما تلاقي المسيحيين لاول مره وانت بتقول اسالوا الرمل اللي في سينا انت مروي بدم مين، دم حنا ولا مينا ولا دم المسلمين. قد ايه الكلام ده أثر فيهم وحسوا إن هم مش منسيين وهم مش مجرد عبارات بتتقال داخل البرامج التلفزيونية أو عبارات بتتقال في سياق إن إحنا عايزين نقول إن إحنا أمة واحدة. لا، ده بجد لقوا نفسهم بيتغنى لهم وبيغنوا مع الشعب المصري. فعملت التحام تاني، عملت ثقة. ثقة في العلاقة اللي كانت بيننا. اللي أنا من مصر القديمة، يعني مصر القديمة وشبرا والمرج والأماكن مصر كلها مصطفى. أنا الحمد لله رب العالمين. أنا أقدر أقول لك كده يا أبو حميد إن إحنا أولاد بلد، وابن البلد دايما بيبقى من كل حارة فيها. صحيح. فالغنوة دي جمعت الحب المسيح والمسلم، أيقظت الناس تاني على يعني إيه الجندي المصري، يعني إيه الضابط المصري، يعني إيه الزي الميري. أيقظتنا على حقائق. لما يعني أنا في كوبليهات بتؤثر فيا جدا، اللي هي كوبليه سومة مثلا وهي بتقول مصر يا أم الدنيا بلف واروح ألف بلد تانية بحس أما أبعد عنك ثانية كأني بموت. الله. مصر يا أجمل معنا يا بيتنا الحلو اللي مجمعنا، إن كان على وجعك ولا وجعنا ساعات ويفوت. أنا نفسي رغم إن أنا اللي كاتبها وملحنها إنما بشتاق لإني أسمع من سومة الكوبليه ده. الاصوات كلهم بقى. طب تيجي نسمع حته ونطلع نشوف الفيديو كليب بسرعه. اتفضل. يعني تغني حته صغيره كده ونطلع منك. ما خليني نسمعها بصوت ابطالها احسن. طب يلا. تعالوا نشوف مشاهدينا تسلم الايادي لنجوم الوطن العربي في الغناء، كلمات والحان النجم مصطفى كامل وغنائه مع نخبه من نجوم الوطن العربي زي ما انا قلت. خلينا نشوف سريعا ونرجع ونستكمل حوارنا وعلاقه الغناء بالسياسه مع مصطفى كامل. خليكم معنا. يا ابني بلدي يلي طول عمرك امين،
جميل. اسلام البطن اللي شالت قلب اقوى من الحديد، هاتلي دموعها سالت قلبها فرحان سعيد. امي من دي غير امي وامك تسلم ام الشهيد. مصر يا أم الدنيا، بلف وأروح ألف بلد تانية، بحس لما أبعد عنك ثانية كأني بموت. مصر يا أجمل معنى، يا بيتنا الحلو اللي مجمعنا، إن كان على وجعك ولا وجعنا ساعات ويفوت. بالأمر يا مصر تنادي، ألف مية مليون تحية للمجند للفريق، للعزيمة المية مية، للي رسموا لنا الطريق. مني ليك أبسط هدية، تحية للراجل الجريء. تسلم يا احزان يا شده، ياللي بينت الرجال اللي قالها بكل حته، احذروا غضب الجبال. مصر بتقول له النهارده يسلم البطل اللي قال. تسلموا تسلم ايديكم ياللي وفيتوا الوعود، ياللي ربي قال عليكم هم دول خيرة الجنود. تسلموا يسلم شبابكم الحلو اللي في عمر الورود. اللي قال انا لازم ادي حق بلدي بدون خلاف، قال هدوس على النار وعدي، قال وعهد الله ما خاف. اللي زيك يا ابني بلدي يتشال على الكتاف. تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي. يعني بيتهيألي مفيش احلى من كلمات باصوات مصريين بنحبهم. يعني عمل طالع من القلب، لامسينه وشايفينه قد ايه الحب حتى في احساس كل جمله بتتقال. مصطفى، شايف علاقه الغناء بالسياسه في علاقه ولا مفيش علاقه على مدار تاريخنا كله من وجهه نظرك، يعني كنقيب الموسيقيين وكفنان الفن أحد أهم أضلاع المعادلة السياسية والاجتماعية والثقافية لأي بلد. أما تيجي تشوف ثقافة أي بلد، شوف فنها الأول. النهاردة السياسة، مع احترامي، مع كامل احترامي لكل الأحزاب السياسية وكل القوى الثورية وكل الائتلافات الثورية اللي ظهرت، ولكن قد ايه غنوه بسيطه ممكن اكون انا ما كنتش قاصد بيها التارجت ده، الهدف ده اللي حصل او اللي حققه نجاح الغنوه. لكن قد ايه غنوه بسيطه، قد ايه اجتمعت عليها مصر، او اجتمعت عليها 95% من ابناء مصر، او 90% حتى لو فرضنا ده. قد ايه غنوه اثرت في المجتمع. اذا لو الفن ما كانش موجود في بلدنا وفضلت الحكايه قاصره على انك انت تشوف احزاب عماله بتتكلم، وده ده بيقول وده بيقول دون اجماع شعبي. واهم حاجه في الثورات واهم حاجه في المعادله السياسيه انك توجد لها كتله مجتمعيه تحركها. يعني انت عندك هدف، مين اللي بيحرك الهدف؟ اللي بيحرك الهدف القوى الشعبيه اللي موجوده داخل بلدنا. الفن الحلو، والفن الحلو مش قاصر على تسلم الايادي. يعني انا هقول لك للامانه، في اغنيه انا بعشقها لامال ماهر، اللي هي مصر شالت فوق طاقتها يا الله. الغنوه دي من الاغاني العظيمه. امال صوت جميل، اللحن، الكلام، الفكره، الاحساس. قد ايه يمكن كانت وقتها بس ما فيش، ما اتعملش عليها ستريس على الغنوه دي قوي. في اغنيه حسين الجسمي تسلم ايدينك، الله، لحبيبي واخويا الصغير والجميل وليد سعد. تسلم ايدينك من الاغاني اللي انا نفسي بحب اسمعها. حلو.
لو كلنا تفاعلنا مع بعض واشتغلنا لبلدنا بالروح دي بالمنطق ده وبالحب ده، صدقني هتبقى القوى السياسية دورها بعد كده دورها بسيط جدا، ان هي تدعم حركة الشعوب او تدعم، تحس بالفقير وتحس بالبسيط وتحس بالمسيحي والمسلم والاخواني والسلفي. واحنا كلنا محمد، انا جوايا كلام كتير انا يمكن استحي اقوله، بس نفسي قول اقوله. اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه. انا نفسي نتصالح، انا نفسي نمد ايدينا لبعض. نفسي المطالب بعض الشباب الثوري اللي هم انا مش عارفهم ومش عارف هم بينتموا لايه ومش عارف ايه مطالبهم. انا برجو الحكومه وبرجو الرئاسه وبرجو من السيد وزير الدفاع الرجل المحترم الراجل العظيم ده ان يحتوي كل هؤلاء الشباب. يعني احنا بنسمع عن خلافات مع شباب 6 ابريل، بنسمع عن خلافات مع مش عارف مع بعض الشباب لهم مطالب، ما نسمع المطالب دي ونحط بيننا وسطاء للحكايه دي، وسطاء حقيقيين مش على مزايدات سياسيه. سيبنا بقى من موضوع. طب انت دلوقتي بتقابلهم، يعني انت بتقابل كل القيادات دي، ما فكرتش تعمل المبادره دي مثلا؟ والله اصل المبادره دي لازم تيجي مبادره من منطلق ان احنا كلنا نبقى عايزينها، مش فرد يعرضها. يعني مش عايز اتطرق ليها، بس ايه بيقول لك مثلا 6 ابريل لها توجه مش عارف ايه، مش عارف حزب ايه ليه توجه مش عارف ايه، مين رافض دعم الفريق السيسي، مين عايز الفريق السيسي. ما تيجوا نقعد لان مصر ما بقاش فيها وقت، الماتش بيخلص، الماتش بيخلص، واحنا نتمنى انه يخلص لصالح ولادنا، نتمنى انه يخلص لصالح نيل مصر الجميل. رأيك ايه في ظهور الغناء الهابط الفترة دي؟ يعني في مثلا أغنية وابتدت يتم استخدامها والترويج ليها في الأفلام، زي أديك في الحارة سجارة، أدي لك تلبس نظارة. فيعني رأيك ايه في نوعية الغناء ده؟ وهل الفن هيتغير للأحسن؟ يعني هنشوف الفن، يعني انت بتقدم فن، بس بتقدم فن بسيط وخفيف وحلو وليه مضمون من غير ما فيه تجريح. بص يا ابو حميد، جالك تليفون على فكره من واحد حبيبك قوي. مين؟ موسيقار الكبير حلمي بكر. ده ابويا وحبيبي استاذ حلمي. استاذ حلمي. ايوه. ازيك يا استاذ حلمي؟ اهلا بيك، ازيك يا حبيبي؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ وحشنا. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. اخبارك ايه؟ ومصطفى كامل بيقول زي ابويا. طبعا ده ليا الشرف. ربنا يخليك يا استاذنا. عامل ايه يا استاذ حلمي؟ الله يخليك يا حبيبي، الحمد لله تمام. ربنا يخليك. استاذ حلمي، رايك ايه في ظهور الغناء الهابط اللي احنا ابتدينا نشوفه في الفتره دي، زي اديلك في الحاره سجاره، اديلك تلبس نظاره؟ شايف النموذج الالحان بالكلمات، في يعني ازاي نقدر نواجه الظاهره دي من وجهه نظر حضرتك؟ يعني والله هي المشكله دايما هناك نوع من الفن بيلاقي نوع من الجماهير بتستقبله، لأن يستطيع الجمهور هو اللي يرفض والجمهور هو اللي بيسمع. فهناك فئة من الشعب، ليس كل الشعب. دي الفئة اللي هي بيحتويها الميكروباصات والتاكسيات والتوك توك والمراكب النيلية والقرف ده كله، دول اللي بيبقوا طالبين هذه النوعية من الغناء والمفردات الرخيصة. هذا دول بقى عايزين، مش عايزين بوليس الاداء، عايزين بوليس الاداء. بوليس الاداء. طب يعني مثلا اللي بيقدمها بقى، يعني واحد زي محمد رمضان اللي بيقدم الموضوع ده نفسه، ما بيبقاش ليه دور مثلا او وجه هو او غيره من المطربين او الممثلين؟ والله انا شايف الغنى بقى الاسطى رمضان والاسطى مش عارف مين والواد مش عارف مين، بقت حتى في النداءات في الغنى للمطربين بقت رخيصه. انا شايف بما ان في النقابه موجوده، اي مخلوق يتقدم للنقابه اول اضعف الايمان حتى يكون حصل على الاعداديه. خلاص، مش حكايه بيفك الخط، لا لازم يكون حافظ الاعداد. ليه؟ لان عايزين ننهض بالاغنيه، وعايز والله يكون في عون مصطفى كامل. بس هو مش لوحده هيسقف، هو مش لوحده، لازم تقابله ايد ثانيه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اجهزه الاعلام ليها دور،
المصنفات لها دور، يجب ان تاخد راي النقابه، والعمل بعد ما يتم تسجيله تبقى لجنه مشكله من النقابه والمصنفات زي السينما. كنا بنتكلم يا استاذ حلمي، كنا في مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي، وبصراحه يعني برضو الاداره العامه للرقابه على المصنفات تولاها اخ وزميل وراجل محترم المخرج احمد عواد، وقعدنا انا وهو قعده جلسه مطوله، وقلنا ان احنا بعد كده هنعمل لجنه مشتركه لمراقبه الافلام السينمائيه بالاتفاق معانا، ويعرض علينا الفيلم في النقابه نشوف شكل ابتذال الاغنيه من عدمه، والراجل مرحب جدا وهو اللي بيطالب بده بصراحه يعني. ده اضعف الايمان. يجي بعد كده جائزه الاعلام والترويج، يجي بعد كده قبل كده كمان الجمهور. ما يقولش الجمهور انا عايز من ده، ما هي المشكله في الجماهير كمان يا جماعه. لما يجي يتعمل فيلم بنكله يجيب ايرادات ملايين وبعدين داخله كل الحكايه عادي ورقصات وكلام رخيص. لا الجديد بقى يا استاذ حلمي، انا امبارح كنت في لفيت على السينمات وقابلت المديرين، لقيت ان نوعيه الافلام دي المره دي في الفتره دي اقل ايرادات عن كل الفترات السابقه، وظهرت افلام تانية بعيده خالص عن النمط ده عملت ايرادات عاليه يعني، فما بقتش، فواضح ان الظاهره ممكن يعني ابتدت تختفي، بس احنا ازاي نقدر نحتويها يعني؟ واللي عمل ايرادات عاليه دوت برضه الممثلين فيه بيغنوا عن طريق الالكترونيات، عن طريق الاوتوتيون. بقى اي حد عايز يغني بيغني خلاص. لا بتعملها مش اي حد بيغني، ده اجهزه بتغني. صح، اجهزه مش وليست بشر. صح. دي كارثه. كارثه يا استاذ حلمي. لازم تنورنا نتكلم عن سرقات الاغاني، ونتكلم عن يعني كل حاجه بقى. انت حبيبنا يا استاذ حلمي، ويبقى جلسه مطوله يعني، اتكلمنا كتير مع بعض وان شاء الله يعني ربنا يديلك الصحه والف سلامه عليك يا استاذ حلمي. الله يخليك يا استاذ مصطفى، مبروك الاغنيه عليك. تسلم العيد. شاء من شاء ورفض من رفض، رغم ان الجمهور اهم شيء عندك هو الجمهور اللي حضر الاغنيه والاغنيه حضنته. ربنا يخليك لينا يا استاذ، واحنا بنشتغل بدعم كل المخلصين واساتذتنا الكبار اللي زي حضرتك. رايك كيف تسلم العيد يا استاذ حلمي؟ والله عمل بسيط ورقيق جدا، ووصل للناس في وقت الناس كانت مشتاقه له وعايزاه. يعني الجمهور كله كان عايز يقدم تحيه للجيش، فمصطفى فكر تفكير جميل جدا. صح. بان اقرب كلمه في ايد كل انسان او في لسان كل انسان تسلم الاياد. ثم الجمله البسيطه اللي وصلت وتكرارها وتأييد للجمله الناجحه. فشيء جميل جدا جدا ان الجمهور النهارده، الاطفال اخطر حاجه الطفل. شوف الاطفال دلوقتي حاطين على الموبايلات، الاطفال دي معاهم موبايلات حاطين الاغنيه عليها. صحيح. صحيح يا استاذ حلمي. انا بشكرك جدا يا استاذ حلمي، وربنا يخليك لينا ويكرمك، ومزيد من النجاح والتألق دائما يا استاذ حلمي. ربنا يخليك وربنا يوفقك يا مصطفى باذن الله. ميرسي يا استاذ حلمي، ربنا يخلي حضرتك. شكرا يا استاذ حلمي. يعني كل الناس بتتكلم عن النجاح وعن الفكره وعن كل حاجه. انت ما شاء الله مصطفى شغال يعني. شوف يعني انا عارف مصطفى كامل كويس. مصطفى كامل دؤوب، وبعدين عنيد، وبعدين بيحب يشوف النجاح وبيوصل له. فده ذكاء ان انت كنقيب تقدر بقى تقدم كل اللي نفسك فيه وبحب الناس حواليك، لان كل الناس اللي حواليك بتجيلك بحب وبتقف معاك بحب، وانت بتقف معاهم بحب. ويمكن الحب هو اقوى من اي حاجه، ان كل حاجه بالحب بتبقى يعني الطف من طريقه تانية يعني. والله هقول لك يا ابو حميد، خليني اكون معاك دغري. لن ترقى السياحه ولن ترقى سياحه مصر ومواردها السياحيه الا حين تستقر مصر استقرار تام يا رب. ولن نرقى بالفن الا لما تستقر مصر استقرار تام. ولن ترتاح انت لن تبدع انت وطاقم العمل اخواتنا اللي موجودين. مش هيبدع اي مبدع غير لما مصر تستقر، حالنا يستقر. النهارده لو جينا للظروف اللي بتمر بيها البلد ده بتنعكس على النقابه بشكل غير عادي. انفلات، يا عيني، مش هقول انفلات امني، لان الانفلات دي يعني عايزين نقول ان هم الامن تايه. لا، هو مين هجم عليك صحيح؟ انا قريت في الموقع ده ايه اللي حصل؟ هنتكلم فيها. الحاله اللي فيها بلدنا
لسه قوات الامن لسه بتستعيد قوتها تاني، لسه بترتب اوراقها تاني، لسه قيادات مصر برضو الدنيا عمالين بيتفرجوا على رؤيه غريبه غير اللي تعودوا عليها قبل كده. كنا متعودين على ان الفئه المتجاوزه دايما فئه لا تتعدى النص في المليون يعني. النهارده بقى احنا عندنا التجاوز والانحطاط الاخلاقي بقى كميته كبيره جدا. فانت النهارده برضو لما بتبقى راجل لواء ولا راجل عميد ونازل هتكلم سواق ميكروباص لكن غلط، يا عيني خلي بالك وما تستغربش وما تقولش لا ما هو المفروض هو اصل لواء الشرطه ده مش هرقل يعني مش عنتر بن شداد، مش عنتر بن راجل كان بيحتمي فيما قيمته الدوله وقيمته حياته فيها في رتبه محترمه بيقود بيها مجموعه من الجنود والضباط لانه يدير عمليه تنظيميه داخل مصر. النهارده لما ينزل لسواق ميكروباص ويكون واقف مثلا في ميدان وتتخيل ان سواق الميكروباص ده راح لامم عليه 20 ولا 30، ما انت برضه شغال وانت مهزوز. الهزه دي منعكسه على عندنا، يعني انت عندي بلاد مثلا السواحل كلها بتاعت مصر، اسوان دي مثلا كم باخره سياحيه شغاله، النقابه مش عارفه تحصل منهم ولا جنيه، كل ما نكلم الفرع هناك يقول لك مش عارف يحصل فلوس، مش عارف ايه، مش عارف الامن مش مظبوط، الدنيا مش مظبوطه. وقت ما يتواجد الامن وتتواجد مصر العافيه القويه المحترمه اللي الكل عامل لها حساب، هتلاقيني غصب عني مش بمزاجي بوقف كل الاسفاف اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، اللي هو اديك في الحق سجق، الحاجات اللي اذا انت خدت رايي فيها مش هقدر اقول لك كلمه غير انها سفاله. ما فكرتش تكتب الحاجات دي خالص. لا بص يا محمد، دي كارثه، دي كارثه. ده انت عامل زي ما نكون احنا بنقول بلدنا بتخرب وفي ناس بتصنع فيها تجاره من نوع معين زي تجاره المخدرات. ده غنى ولا كان على البال وكلام كان ولا على البال. لا مش ممكن. انت عدويه اللي النهارده كلنا بنسمعه، احمد عدويه اللي حبيبي وحبيبك وحبيب مصر كلها طبعا. عدويه في سنه من السنين كان ممنوع من عندك من الاذاعه والتلفزيون هنا. احمد عدويه اللي قال راحوا الحبايب بقى له معاه مود تاني عشان كان بيغني شعبي. النهارده لما تيجي تقول اديك في الجيركن تركن يا راجل، ده انا مش هقول لك بقى دور نقابه ولا دور مصنفات، انا بوجه رساله ومن خلال المشاهدين بتوع حضرتك بقولها لصناع هذا الموضوع. هل تقبل انك تاكل ولادك او تركب عربيه او يبقى عندك طياره ملك بانك تزرع جوه نفوس كل المصريين الانحطاط والبيئه الواطيه والاخلاق المتدنيه والسفاله، وانت هتبقى فرحان لما ابناء مصر تقول لك اديك في الجيركن تركن واديك مش عارف في الحق سجق واللي انت قلته ده. انا خلي بالك انا ما سمعتهاش غير كده لما بيجي الاعلان والحاجات دي دايما اقول لمراتي واقول لاولادي انا بتجيب لي حاله اشمئزاز نفسي. اشمئزاز. امنيه حياتي يا محمد ان بلدنا تستتب فيها يستتب الامن وتبقى لها قواعد سليمه عشان لو يعني الفن هيتغير، يعني هيتغير للاحسن. ما هو خلي بالك ثق تماما، مش موضوع نقيب موسيقيين انا كمصطفى كامل ولا بتاع، موضوع فنان. فنان بحب فني، وزي ما انت شفت فني بقول فيه افتحوا لنا كتاب تاريخنا واحكوا للناس دول مين، قول يا ابونا وقول يا شيخنا يعني ايه 73. ده مصطفى كامل. في من هو في نفس مستوى مصطفى كامل، وفي من هو اجود من مصطفى كامل، وفي يعني قصدي اقول لك في ناس كتير احسن مني كمان فنيين موجودين. النهارده مش في مصلحتنا كلنا ولا في مصلحتي كفنان ان تبقى الظاهره دي منتشره، لان دي بتقتل ابداعي انا وزملائي الباقيين. نفسنا وصدقني انا بوعدك وعد تستقر مصر يا رب، وان كان لينا دور بامر الله بامر الله. وانا بعمل حاجه يمكن الاستاذ حلمي بكر عارف، وكلمنا الاستاذ محمد سلطان وكلمت الاستاذ محمد ثروت والاستاذ هاني شاكر والاستاذه ناديه مصطفى وقامات الغناء في مصر، وقلت ان انا كنت قبل ثوره 30 يونيو على طول كنت بعمل حاجه اسمها مؤتمر قمه الفن المصري، هجمع فيه كنقابه كل القامات الموسيقيه اللي موجوده، مطربين وملحنين وعازفين وموسيقيين من كل ألوان الفن المصري، من الأوبرا ومن الأكاديمية ومن الفن الشعبي ومن كل ألوان وأطياف الفن المصري. هنقعد نعمل محضر جلسة اجتماع، قرارات جمعية عمومية، فرمانات تصدر. ايه رأيكم في اللي بيحصل ده؟ فإذا كان القرار إبادة فلان وبالاسم فلان وفلان 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 ممنوع من الغناء داخل مصر. الله. وللأسف يمكن ما ساعدتنيش الظروف يا جماعة. يعني مصطفى كامل بيعلن
اعلنه من خلال برنامج الفن محمد هيتغير. القرار ده عند الدكتوره ايناس عبد الدايم من اول ما توليت منصب النقيب 17/5 19/5 راح للدكتوره ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا بحجز عندها قاعه. قلت لها يا دكتوره عايزين نعمل الاجتماع ده المؤتمر ده داخل قاعه في الاوبرا يقدم فيها الوان الفنون الجيده ويطلع هاني شاكر يغني غنوه وعلي الحجار يغني غنوه ومدحت صالح ومنير والناس الكبيره الاساتذه بتاعتنا الكبار اخواتي اللي انا عارف ان هم غيرانين على ما وصل اليه الفن. يجي الاستاذ حلمي، يجي الاستاذ محمد سلطان، يجي الاستاذ ميشيل مصري، تيجي كل قامات الفن في مصر ونقعد نعمل محضر جلسه. لاني دايما انا شايف النقابه مش زي ما كان شايفها ناس قبل كده ان اللي بيمسك النقابه ده بيبقى رئيس جمهوريه الموسيقيين ابدا. احنا ليس دورنا الا هو عمل اداري نطبق بيه متطلبات زمايلنا، خدمه نخدم بيها صالح المهنه سواء خدمه مرضيه واعانات او خدمه فنيه لان احنا نتطور بالامر. لغايه دلوقتي عند الدكتوره ايناس الخطاب اللي انا وجهته لها كنا بنحجز القاعه وقلت هعمل ريد كاربت وقلت هجيب عربيات شكلها شيك عشان كل فنان يجي نعرض للعالم كله ونعرض لمصر كلها ايه شكل النقابه. ولكن زي ما بيقولوا مش كل اللي بيتمناها المرء بيدركه. ربنا كريم والايام اللي جايه لو كان لي عمر وكان لنا نصيب باذن الله هيحصل ده. تعال نشوف وقت الشدايد وجهز لنا اغنيه بقى عشان نرجع عليك بتغني لنا اغنيه انت حاببها. ونشوف وقت الشدايد ونرجع ونستكمل حوارنا مع نجم حلقتنا النجم مصطفى كامل. وبرنامجكم الفن هيتغير. وان شاء الله الفن هيتغير حنان مصعب. واكيد الفن هيتغير ان شاء الله هيتغير. مش هتحصل نهضه في مصر زي ما مدام انعام قالت في اول الحلقه، احنا مقتنعين بكده ما لم يتغير الانسان نفسه. ان شاء الله انا متفائل ان كل حاجه هتتغير للاحسن ان شاء الله منهم الفن. وان شاء الله الفن هيتغير. عمار شرف.
ما بقاش فيه دلوقتي الحب الكامل، الإخلاص، الكلام ده زي زمان. لازم الفن هيتغير، خلاص الناس مش هيضحك عليها تاني وتالت والحاجات دي كلها، ما اعتقدش. انا ما اقدرش اسيب مصر اليومين دول خالص. احنا بدأنا نغير كتير جدا زي ما قلت، في الصورة وفي الإضاءة وفي التصوير وفي أسلوب الحوار وفي الأحداث. شوف زمان كان معنى الحب ايه؟ شوف عبد الحليم حافظ لما غناها قالها ازاي؟ لابد ان انا ارجع للتاريخ المضيء بتاع الفنون بتاعتي عموما، واشوف ايه كويس فيها واخده. احنا ساعات بنتورط في اعمال ممكن نبقى احنا شايفينها حاجه وتطلع نتيجتها حاجه ثانيه. انا متفائله جدا بمستقبل الفن المصري. انا شايفه ان في اهتمام كبير لقضايا الشباب. انا بحييك على هالبرنامج، بصراحه انا بنطره لانه كتير الحوار بين الفنانين كتير حلو ورائع. نتمنى ان احنا كشباب ان احنا نقدر ان احنا نغير الفن. ورجعنا مشاهدينا مرة تانية. ومصطفى يعني أكيد المشاهدين بقى وجمهورك في أنحاء العالم كلها، أمريكا وأستراليا والصين وأوروبا والوطن العربي ومصر، هيقول لي يعني ليه مصطفى كامل ما بيغنيش؟ فما ينفعش تغني بقى، لازم تغني بقى حاجة لايف. نسمع إيه يا مصطفى؟ سمعنا إيه اللي أنت حابه؟ برضو هتفضل مصر هي في بالي وخاطري دلوقتي أكتر من أغاني العاطفية. يا رب. فهقول لك بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عشق الفؤاد، يا أرضي وجذوري، يا شطي وبحوري، يا عايشة بهمي، يا أبويا وأمي، هواكي في دمي بيجري يا مصر، وديني وربي لكبر وربي، وأعلم ولادي حنين البلاد، واموت قلبي راضي عليك يا مصر، بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عشق الفؤاد. الله مصطفى، ايه اللي حصل لك بقى؟ انا قاعد يعني بفتح كده الانترنت فشايف على كل المواقع مصطفى كامل تم الهجوم عليه في وسط البلد، ايه الحكايه دي؟ لا والله هو مش هجوم، يعني ما حصلش هجوم، انا مجموعه شباب مش عارف هم مين. يعني حقيقي يعني يعني بس مش اعتداء الحمد لله رب العالمين. مش اعتداء الحمد لله. انا كنت اعتقد بيني وبين نفسي دايما ان انا حبيب هذا المجتمع. انا عمري يا محمد ما اخطأت في حد حقيقي. ودايما اقولها في اي برنامج، انا ما بحبش اغلط في حد لان ما بحبش حد يغلط فيا. وجدع وابن بلد وقدمت ناس كتير وساعدت ناس كتير وقفت مع ناس الحمد كتير. لله رب العالمين. وعمري مثلا يعني في الخلافات السياسيه اللي حاصله دي، اخر مرات انا طلعت فيها في الاعلام قلت انا مش حابب اتطرق تاني ولا هتكلم سياسه ابدا. انا هتكلم دايما، انا راجل قاعد قدر نفسي، فنان، كسبي كله حياتي ورزقي ورزق ابنائي واهلي من الفن، فانا مش هتطرق للجوانب السياسيه ومش هتكلم في السياسه تاني. خليني اتكلم دايما زي اي مواطن ابن بلد من منطقه شعبيه زي مصر القديمه، ولا من الهرم، ولا من شبرا، ولا من اي حاجه. عمري ما شتمت فصيل، وعمري ما جبت سيره حد وقليت من قيمته، عمري ما غلطت في بني ادم. لغايه النهارده الصراع قائم بين مجموعه من الاخوان المسلمين ومجموعه كبيره، ومصر كلها تقريبا او 90% منها، والى الان انا ما غلطتش في الاخوان المسلمين خالص. يعني دايما اقول يا رب المغيب منهم واللي مش فاهم منهم ان مصر اهم وابقى من الكراسي ومن الرئاسه ومن مجلس الشعب ومن الكلام ده، ان احنا نضمهم تاني لبلدنا ونحتضن كل الفئات الموجوده دي. فالطبيعي ليك انك ماشي في حياتك مش متخيل ابدا 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 ان في حد متحفظ عليك، لان انا ما شتمتش حد، ما غلطتش في حد، وما قللتش من قيمه حد. عندك امنيات، عندك احلام، عندك عقيده راسخه وثابته جوايا، وهي ان الجيش والشرطه والقضاء امن بلدي كله اهم عندي من اي حاجه. دي عقيدتي ودي قناعتي اللي انا لن اتنازل عنها،
ومش هسيبها، مش هبيعها، لان انا زي ما قلتها مره واثنين وثلاثه ويمكن الناس زهقت. انا ابن ضابط جيش، اهلي ضباط شرطه، عيلتي فيها ضباط جيش وضباط شرطه، عيلتي فيها قضاء، اصحابي واصدقائي، ولما بشوف المتاعب اللي بيواجهوها عشان انا وانت نقعد النهارده نصور برنامج زي ده، وعشان الصانع يصنع، وعشان التاجر يتاجر، الناس دي تعبانه جدا. فعندي عقيده ثابته ولن تتزحزح، ومش هيزحزحها اي حد، ومش هيقللها من جواي اي حد، وهفضل بزيد اصرار على اني اغني دائما للقوات المسلحه، وساغني للشرطه، وساكتب والحن للشرطه، ولو طلت اكتب للقضاء المصري، ولكل حد يوفر لي ظروف امنيه، لاني راجل محترم، لا بلطجي ولا مجرم ولا مهرب، انا راجل فنان عايز اعيش في حياه امنه. صح. ابعد ما يكون كان على خاطري ان انا الاقي نفسي بتشتم شتيمه قذره جدا جدا من مجموعه شباب ممكن يكونوا يعني اكبر من ابني بسنتين ثلاثه مثلا او 4 سنين. ومش بيسبوني انا لوحدي، اللي بيحزنك ان ما بتتسبش انت لوحدك، بيتسب فيها قامات كبيره. يعني السباب الاول بداوها معايا بتتشل الايادي. فلاني بقول لك انا عز عليا جدا ان حد يتصاب ولا يتعور بسببي ولا يجرى له حاجه بسببي. فهم واقفين كده عند كافيه، مجموعه حوالي 15 20 حد، وجولي شباب تانية يا استاذ مصطفى اقعد. فقلت لا، يعني انا اثرت السلامه لنفسي وللمجموعه وللمكان اللي احنا كنا فيه، بس صعبت عليا نفسي جدا يا سماحي. مش مستني كده وما كنتش منتظر ابدا كده. انا ماشي كل الدنيا بتحضني وكل الدنيا بتبوسني، اطفال ورجال ونساء وكبار واي كلاس وشعبيين ومن كل فصائل المجتمع ناس بتحييني على اللي انا عملته انا وزملائي. كان يعز عليا جدا شتيمه طبعا في رئيس الجمهوريه، في الفريق اول عبد الفتاح السيسي، في اقوى حاجه كانت موجوده فيها، وده اللي انا نوهت عنه لرجال الامن لما كلموني، ان كان في شعار غريب جدا، شعار شتيمه في الفريق اول عبد الفتاح السيسي وفي مرسي، دكتور مرسي. دي حاجه جديده بقى، دي جديده كانت عليا. انا عايز اقول لك ان الحمد لله على سلامتك. طب معلش بس عشان انوه لحاجه، انا اسف قبل ما يعني ننهي. مشيت وتتبعني منهم حوالي 5 ولا 6، وكان برضو معانا شباب تانية وقفت علشان يبقوا قدام بعض. انا رفضت ده تماما واخترت ان انا اركب عربيتي. الحمد لله ما حدش لمس قميصي. وخلي بالك انا ابن بلد، انا ابن مصر القديمه، انا من عيله كبيره ومن حبايب وعندي حبايب كتار، لكني انا لا يمكن ابدا اقتتل انا وابناء بلدي. وبقول لهم يا شباب يا جميل فوق، لان مصر دي هي اللي باقيه لك. انت هتكبر في مصر وهتحلم في مصر وهتتجوز في مصر وهتخلف في مصر واولادك هيبقوا في مصر. فوق يا ابني واهدى، ويا رب القياده السياسيه كلها تعرف تحتوي مطالب هؤلاء الشباب. احنا فاضل لنا دقيقه واحده، هسالك اخر سؤال سريع في دقيقه. اتفضل. يعني اخبار النقابه ايه؟ زي الفل الحمد لله رب يعني كل شويه نسمع حاجات، فوصلت ليه لاخر حاجه انت تقولها من نفسك؟ وصلنا النقابه ربنا اكرمها اخر كرم بالانتخابات التجديد النصفي، وجالها 6 اعضاء من اجمل وانظف الناس اللي موجوده على من المترشحين لمنصب المجلس. واللي ما جوش بقول لهم يعني انتوا كانت برضو يشرفني انكم تبقوا معايا. النقابه بتدور على اكفأ مستوى وعلى درجه عاليه جدا من الحب والالتحام. مفيش مشاكل جديده ولا انا ما عنديش انا والله العظيم ما عندي مشاكل. حماد انا خلي بالك انا ابسط من ما لا مش معاك، مفيش يعني حد انت صاحبي وعارفني والله يا محمد. الواحد بسيط وانا ما عنديش احلام شخصيه خالص. انا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يفضل ساترها معايا انا واولادي واهلي واخواتي وامي ومراتي. ما عنديش احلام تانية. بتمنى ان انا ربنا اللي يقدرني عليه ربنا اقدر اعمله في النقابه باذن الله اعمله. ان كنت لا استحق المكان اللي انا فيها فلياتي اي زميل من زمايلي ياخد الكرسي. في النهايه انا بتكلم على مهنتي اللي بتكسب منها وعايش منها، والصالح ليها اهم من تواجدي فيها، وربنا يقدم اللي فيه الخير يا رب. شرفتنا مصطفى، ربنا يخليك. دايما بتشرفنا بكل حاجه بتقدمها، ومبروك نجاح تسلم الايادي ووقت الشداد، وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن وهنتكلم عنه برضو. مجهوداتك في النقابه ملموسه، وان شاء الله ظاهره الغناء الهابط ده لما هيجي وقته هتحاربه. انا مصطفى وعدنا ومش هيفوت الموضوع، وفي تحضيرات في دماغه، لان مش عايزين الفن بتاعنا يروح في سكه غير سكته الاساسيه اللي احنا اتربينا عليها وشايفينها. وحتى
كان كل حاجه ليها يعني طعم وليها لون جميل. فان شاء الله بالتوفيق دايما يا مصطفى، نورتني، كنت مبسوط معانا النهارده. يعني انت عارف انا ببقى مبسوط معاك على المستوى الشخصي كاصحاب وزملاء، فبيشرفني اكتر ان انا قاعد قدام اخويا وهو اعلامي شاطر واعلامي محبوب، وانا اللي اتشرفت، ورب ما اكونش كنت ضيف تقيل عليكم. ربنا يخليك يا مصطفى، نورتنا. مشاهدينا يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده. عايز اخرج المخرج يعني عايز اشكر عفوا المخرج الجميل ايهاب راضي على الفواصل والشغل اللي عملها. كان معاكم النهارده محمد السماحي، ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي مع نجم حضراتكم بتحبوه جدا زي نجمنا النهارده مصطفى كامل. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده وبرنامجكم الفن هيتغير. السلام عليكم ورحمه الله.